السلام عليكم حبيبي، كنتمنى لكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. اليوم جات معكم فيديو جديد ان شاء الله. غادي نشارك معكم هذا الزيت ديال الشعر. دائما انا كنشارك معكم الحاجات اللي جبرتها مزيونه، وسبحان الله كل ما نجرب شي زيت مزيون كيتقطع دائما. غير نشارك معكم شي فيديو نقول لكم هذا الزيت مزيون جربته شهر عطاني نتيجه مزيونه، كنمشي نجيب منه كنجبرو صافي تقطع من السوق. ما عرفتش علاش الحاجه مزيونه كطير ما كتبقاش كتوقف كتقطع. مهم هذا اليوم جربته، كنتمنى يبقى حتى هو جربته مزيون بزاف صراحه. الناس اللي عندهم الشعر جاف بزاف فهو ديالكم، كيرطب الشعر بعمق، كيعطيه ديك الترطيبه، كيولي الشعر حريري كيحمق. وكيصلح حتى تساقط الشعر. الناس اللي عندهم الشعر خفيف كيطيح لهم الشعر وعندهم الشعر خفيفه، هذا مزيون كيقوي الشعر، كيقوي الشعر. الريحه ديالو مزيونه د الياسمين. وخفيف كتعمل منه غير شويه كيعطيه يعني كيزيت، يعني كتعمل منه شويه كيزيت، ما كتاش تعمل منه بزاف. طريقه الاستعمال ديالو كتعملو في شعرك. كاينين جوج طرق صراحه. اذا بغيتي ترطب مورا الدوشه تعدلو في شعرك وترطب به شعرك تخليه في شعرك، فالريحه ديالو انا نقول لكم خفيف مزيون ديال الريحه ديال الياسمين. كتمشط به شعرك وكتخليه في شعرك كيستنفع منه وكيترطب، ما كيبقاش هكذاك شاحت. طريقه اخرى هي تعمل به ماسك لشعرك، يعني حمام زيتي لشعرك وتعمل منه بزاف ومزيان، تدخله في الجذور وتعمل به مساج لراسك لفروه راسك تخليه جوج ساعات ساعه على حسب الوقت ديالك. تعملوا مثلا في الصباح وانت كتعمل شغلك، ملي تالي كتغسل شعرك كيولي الشعر كيحمق، كيولي بحال حرير تبارك الله. صافي كتغسل شعرك وتعمل له بروشينغ صافي كيولي الشعر ديالك فنيون. اذا داومت عليه كيوقف التساقط، الشعر ديالك كطيح كتولي رطيبه مزيونه فيها اللمعه وصافي. هادشي اللي غادي نقول لكم مهم مزيون بزاف. يعني هو عاد عملوه ما تخافوش منه يعمل لكم شي العكس، لا ما يعملكم شي العكس. كاينين زيوت كتعملوه في شعرك بالعكس شعرك كيزيد يطيح، شعرك كيزيد يترزى. هذا ما تخافوش منه لان الامله فيه الحامض، فيه المهم هو فيه المكونات اللي ها هما شنو فيه. يعني هادشي اللي فيه كامل. والريحه ديال الياسمين فيه مجاهده، يعني فيه الريحه مزيونه ديال الياسمين صافي. هادشي اللي فيه امله هو امله. غادي نقول لكم حاجه مهمه، وهي بالنسبه للتجربه ديالي مع هاد الزيوت الشعر. الزيت اللي ديوه نتوما ما خايفانيش منه دابا، انا هادشي بتجربه. هما د الهند كيكون ماد ان انديا، ها هو ماد ان انديا. بلاتي نقرب مزيان. هاي دابا بانت لكم، هاهي فين هاي ماد ان انديا. اي هاي دابا عاد بانت مزيان ماد ان انديا. اي زيت هو صنع هندي ديوه مزيونين. عندهم زيوت عندها كاليتي واعره مزيونه، غاد تستعملوها وانتم عينكم مغمضين. صافي هاد الزيت هذا ديال صنع هندي. انا غير كنشوف ماد انديا كنستعمل كنهضر ربي ما كيخيبنيش، كيعطي نتيجه مزيونه بزاف. مهم يمكن حيت هما كيجيو هذا مستوردين، على داكشي كيتقطعوا كيبقى يجيبوا منهم واحد الكميه كتخرج لهم صافي ما كيزيدوش يجيبوا منهم. مهم هذا كنتمنى يبقى في الاسواق. مهم انا واحد السيد هو اللي كيجيب هذا الشيء، لان كيمشي كيعمل العمره وكيجيب مع هاد المنتوجات كيبيع ويشري. كيجيب بحال هاد الزيوت هادو كنت كناخذهم منه. دابا كنتمنى يجيب من هذا عاود، هو قريب يتسالى. دابا خديت منه انا هذا شي جوج قراعي قبل من هادي، وهادي دابا عملت النص. نتوما كتشوفوا اللون ديالو خضير كما كتشوفوا من برا حتى من داخل. مزيون بزاف. صراحه هانتوما كتشوفوا القرعه شحال فيها 120 مليلتر وصافي. مهم هذا مزيون. اذا جبرتو مشيتو تاخذوا شي زيت كنتو محتاجينه، خذوا هذا اذا جبرتوه وغديو ليه. صراحه مزيون بزاف كيتستاهل انك تعملوه في شعرك. غادي يهنيك بزاف د المشاكل، خاصه نقول لكم بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر جاف. الناس اللي كيطيح لهم الشعر حتى هو كيصلح. الناس اللي عندها الشعر خفيفه كيقوي الشعر. ايوا صافي هادشي اللي غادي نقول لكم على هذا الزيت هذا مزيون بزاف. غادي تشكروني عليه ان شاء الله. كنتمنى تجبروه ملي غتمشيو تشريوه. سكرينيو الكرتونه، نتوما انا كنقرب لكم باش تسكرينيو الكرتونه مزيان.
ها هما المعلومات كاملين هنايا. ها هو مين مكون كلشي شنو كيبان فيه. كنتمنى يعجبكم فيديو اليوم، ما تنسونيش من لايك، الاشتراك، تعليق، محفز كما العاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.